الجنة كما ورد في وصفها لا مثيل لها، هي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مجيد، ونهر مطرد، وفاكهة ناضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو الجميل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شير في الخير لعل الله ينفع بكم، جزاكم الله خيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سئل مما خلقت الجنة قال: من الماء. كنا أخبرنا عن بناء الجنة. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي طينها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ومن يدخلها ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وصدق الله تعالى حين قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كهنه الأفكار. وأبواب الجنة 8 يدخل منها المؤمنون كما تدخل الملائكة. باب من الأبواب يسمى باب الريان، وهو خاص بالصائمين ولا يدخل منه غيرهم. وهناك باب من المكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة 8. وأيضا الذي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهناك باب خصه الله تعالى لمن لا حساب عليهم، وهو باب الجنة الأيمن. وتفتح أبواب الجنة كافة في رمضان. وفي الأحاديث ذكر أن ما بين المصراعين من كل باب مسيرة 40 سنة. وللجنة أنهار وعيون وأشجار وقصور ونور وريح. أما أنهار الجنة فحدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران، وهما النيل والفرات، ونهران باطنان وهما نهران في الجنة. ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله. وأنهار الجنة ليس بها ماء فحسب، بل منها الماء واللبن والخمر والعسل المصفى. وأما عيون الجنة فعين الكافور وعين التسنيم، وهناك عين تسمى السلسبيل. والجنة ليس فيها ليل ولا نهار، وإنما هو نور دائم أبدا. يقول ابن تيمية: الجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. وريح الجنة عبقة ذكية تملأ جنباتها، وهذه الرائحة يجدها المؤمنون في مسيرة 40 عاما. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام تسمى سدرة المنتهى، وهذه ذكرت في محكم التنزيل. وشجرة الطوبة، وهذه الشجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة. وسيد ريحان الجنة الحناء، وسيقان أشجار الجنة من الذهب الخالق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة، خلقت من 4 أشياء: من المسك والعنبر والكافور والزعفران، وعجن طينها بماء الحيوان. فقال لها العزيز: كوني، فكانت. وجميع الحور عشاق لها، ولو بذقت في البحر بزقة لعذب ماء البحر. مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي. وقال مجاهد: أرض الجنة من فضة، وترابها مسك، وأصول شجرها فضة، وأغصانها لؤلؤ وزبرجد، والورق والثمر تحت ذلك. فمن أكل قائما لم يؤذه، ومن أكل جالسا لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. ثم قرأ: وذللت قطوفها تذليلا، يعني قربت ثمرتها حتى ينالها القائم والقاعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، إن أهل الجنة ليزدادون جمالا وحسنا كما يزدادون في الدنيا هرما. وعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجب فينظرون إليه، فوالذي نفسي بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. وروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه المرآة البيضاء؟ قال: هذه الجمعة، وهذه النكتة السوداء الساعة التي تقوم في الجمعة، فقد فضلت بها وقومك على من كان قبلك، فالناس لكم فيها تبع، يعني اليهود والنصارى، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله تعالى خير من إلا استجاب الله له، ولا يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. قال: وهي عندنا يوم المزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ واديا في الفردوس الأعلى فيه كثيب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة حفت بمنابر من نور عليها النبيون، وحفت بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الصديقون والشهداء والصالحون، وينزل أهل الغرف فيجلسون من ورائها على ذلك الكثيب، فيجتمعون إلى ربهم فيحمدونه ويثنون عليه، فيقول الله تعالى لهم: سلوني، فيقولون: نسألك الرضا، فيقول: قد رضيت عنكم، أحيلكم داري وأنيلكم كرامتي، فيتجلى لهم حتى يرونه، فليس يوم أحب إليهم من يوم الجمعة لما يزيدهم من الكرامة. وروي في خبر آخر أن الله تعالى يقول لملائكته: أطعموا أوليائي، فيؤتوا بألوان الأطعمة فيجدون لكل لقمة لذة غير ما يجدون للأخرى، فإذا فرغوا من الطعام يقول الله تعالى لهم: اسقوا عبادي، فيؤتوا بأشربة فيجدون لكل نفس لذة بخلاف الأخرى، فإذا فرغوا يقول الله تعالى لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فاسألوني أعطكم. قالوا: ربنا نسألك رضوانك 2 و3، فيقول: قد رضيت عنكم ولدي المزيد، اليوم أكرمكم بكرامة أعظم من ذلك كله. فيكشف الحجاب فينظرون إليه ما شاء الله، فيخرون له سجدا، فكانوا في السجود لما شاء الله، ثم يقول لهم: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا موضع عبادة.
فينسون كل نعمة كانوا فيها، ويكون النظر أحب إليهم من جميع النعم. ثم يرجعون فتهيج ريح من تحت العرش على تل من مسك أبيض، فينثر ذلك على رؤوسهم ونواصي خيولهم، فإذا رجعوا إلى أهليهم يرونهم أزواجهم من الحسن والبهاء أفضل مما تركوهن، فيقول لهم أزواجهم: إنكم قد رجعتم على أحسن ما كنتم عليه. وقال عكرمة: أهل الجنة كأمثال أولاد 33 سنة، رجالهم ونساؤهم، والقامة 60 ذراعا على قامة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، شباب جردا مردا مكحولين، عليهم 70 حلة تتلون كل حلة في كل ساعة 70 لون، فيرى وجهه في وجهها، يعني في وجه زوجته، وفي صدرها وفي ساقها، وترى هي وجهها في وجهه وصدره وساقه، ولا يبزقون ولا يتمخضون، وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد. وروي في الخبر أنه لو اطلعت امرأة من أهل الجنة كفها من السماء لأضاءت ما بين السماء والأرض. وعن زيد بن الأرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: نعم والذي نفسي بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب ويكون له حاجة، والجنة طيبة ليس فيها أذى. قال: حاجة أحدهم عرق هو كريح المسك. وعن أبي الأشرس بن معتب في رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لهم وحسن مآب. قال: طوبى شجرة في الجنة، ليس في الجنة دارا إلا يظلها غصن من أغصانها، فيه ألوان الثمار، ويقع عليها طير كأمثال البخت، فإذا اشتهى أحدهم طيرا دعاه فوقع على خوانه، وأكل من أحد جانبيه قديدا ومن الآخر شواء، ثم يعود طيرا فيذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم في السماء، ثم هم بعد ذلك على منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبزقون ولا يتمخضون، أمشاطهم الذهب، ومحامرهم الألوة أي العود، ورشحهم المسك، وأخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة شبان جرد مرد، ليس لهم شعر إلا في الرأس والحاجبين وأهداب العينين، يعني ليس لهم شعر عانة ولا شعر إبط. طول آدم 60 ذراعا على مولد عيسى بن مريم 33 سنة، بيض الألوان خضر الثياب. يضع أحدهم مائدة بين يديه فيقبل طائر فيقول: يا ولي الله، أما إني قد شربت من عين السلسبيل، ورعيت من في رياض الجنة تحت العرش، وأكلت من ثمار كذا طعم، أحد الجانبين مطبوخ وطعم الجانب الآخر مشوي، فيأكل منها ما شاء. وعلى الولي 70 حلة ليس فيها حلة إلا على لون آخر، في أصابعهم 10 خواتم. كتب على الأول: سلام عليكم بما صبرتم، وفي الثاني: ادخلوها بسلام آمنين، وفي الثالث: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي الرابع: رفعت عنكم الأحزان والهموم، وفي الخامس: ألبسناكم الحلى والحلل، وفي السادس: زوجناكم الحور العين، وفي السابع:
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفي الثامن وافقتم النبيين والصديقين. وفي التاسع صرتم شبابا لا تهرمون. وفي العاشر سكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران. فمن أراد أن ينال هذه الكرامات فعليه أن يداوم على 5 أشياء. أولها أن يمنع نفسه من جميع المعاصي. قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا فعل معصية بادر وأسرع بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل. والثاني أن يرضى باليسير في الدنيا، لأنه روي في الخبر أن ثمن الجنة ترك الدنيا. والثالث أن يكون حريصا على الطاعات فيتعلق بكل طاعة لعلها تكون سببا للمغفرة ووجوب الجنة. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي آية أخرى: جزاء بما كانوا يعملون. وإنما ينالون ما ينالون بالاجتهاد في الطاعات. والرابع أن يحب الصالحين وأهل الخير ويخالطهم ويجالسهم، فإن واحدا منهم إذا غفر له يشفع لأصحابه وإخوانه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الإخوان فإن لكل أخ شفعة يوم القيامة. والخامس أن يكثر الدعاء ويسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة وأن يجعل خاتمته إلى خير. وقال بعض الحكماء: الركون إلى الدنيا مع ما يعاين من الثواب جهل، وإن ترك الجهد في الأعمال بعدما عرف ثوابه وعجز. وإن في الجنة راحة ما يجدها إلا من لم يكن له في الدنيا راحة، وفيها غنى لا يجده إلا من ترك فضول الدنيا واقتصر على اليسير من الدنيا. وذكر عن بعض الزهاد أنه كان يأكل بقلا وملحا من غير خب. قد اقتصرت على هذا فقال: إنما جعلت الدنيا للجنة وأنت جعلت الدنيا للمزبلة، يعني تأكل الطيبات فتسير إلى المزبلة، وإني لآكل لإقامة الطاعة لعلي أصير إلى الجنة. وذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه أراد أن يدخل الحمام فمنعه صاحب الحمام وقال له: لا تدخل إلا بالأجرة. فبكى إبراهيم وقال: اللهم لا يؤذن لي أن أدخل بيت الشيطان مجانا، فكيف لي بالدخول بيت النبيين والصديقين مجانا. وذكر أن في بعض ما أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام: يا ابن آدم تشتري النار بثمن غالي ولا تشتري الجنة بثمن رخيص. وتفسير ذلك أن فاسقا لو أراد أن يتخذ ضيافة الفساق فلربما ينفق فيها 100 أو 200 ويخف عليه ذلك، فهو يشتري النار بثمن غال. ولو أنه اتخذ ضيافة لأجل الله تعالى بدرهم أو درهمين فيدعو إليها بعض المحتاجين لثقل عليه فيكون ذلك ثمنا للجنة. وروي عن أبي حازم أنه قال: لو كانت الجنة لا يدخل فيها أحد إلا بترك جميع ما يحب من الدنيا لكان يسيرا إلى جانبها، ولو كانت النار لا ينجو منها إلا بتحمل جميع ما يكره لكان يسيرا في جانبها. فكيف وقد تدخل الجنة بترك جزء من 1000 جزء مما تحب، وقد تنجو من النار بتحمل جزء من 1000 جزء مما تكره. قال يحيى: ترك الدنيا شديد وترك الجنة أشد منه، وإن مهر الجنة ترك الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من يسأل الله تعالى الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار وأدخله الجنة. فنسأله تعالى أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة،
وألا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم مع الوجوه الناظرة الناظرة، ولو لم يكن في الجنة سوى لقاء الإخوان واجتماعهم لكان هنيئا طيبا، فكيف وفيها ما فيها من فنون الكرامات. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: إن في الجنة أسواقا لا شراء فيها ولا بيع، يجتمعون فيها حلقا حلقا يتذاكرون كيف كانت الدنيا، وكيف كانت عبادة الرب، وكيف كان فقراء أهل الدنيا وأغنياؤهم، وكيف كان الموت، وكيف صرنا بعد طول البلاء إلى الجنة. وروي أن نساء أهل الجنة من جعل منهن في الجنة يفضلون على الحور العين بآلاف المرات بأعمالهم في الدنيا. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فتخيلي لو أن لك كل هذا النعيم وأنت تحكمينه وتتحكمين فيه، أنت سيدة كل هذه القصور، وأنت سيدة كل هذه الجواري، وأنت مسؤولة وسيدة وحاكمة هذه القصور وهذه الحور العين، كلهن خدم عندك في الجنة. كما أن الله سبحانه وتعالى يرد إليك شبابك وقوتك، وتكونين على أجمل وأبهى صورة كما تتخيلين أو أكثر بكثير مما تتخيلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا هذه الجنة وألا يحرمنا منها، وأن يمتعنا بالنظر إليه. قيل: صف لنا نعيم الجنة. قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رؤية الله عز وجل، وكفى بها نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو، عسى الله أن ينفعنا بكم. والسلام عليكم ورحمة الله.